أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سئل أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هذا الحديث شرحناه في الحلقات السابقة، ووعدنا أن نذكر الشواهد والمتابعات التي عليه، وانتهينا من المتابعات. فقد أخرجه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وسنن الدارمي والإمام أحمد. وهناك الشواهد والمتابعات التي أيضا ذكرها أهل السنن في كتبهم، سنذكرها في هذا الصدد اليوم. ونذكر أيضا مجموعة من الأعمال الصالحة التي ذكرها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في غير حديث أبي هريرة، حتى يتضح لنا عدد الأعمال الصالحة التي سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنها، فأجاب في الكتب التسعة، حصرا في الكتب التسعة فقط حسب ما وقفت عليه. سنبدأ بروايات الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فنقيد تلك الأعمال عملا عملا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن القاسم ابن غنام عن أهل بيته عن جدته أم فروة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة لأول وقتها. أنتم تشاهدون طبعا هذا النص على الشاشة، تشاهدون هذا النص على الشاشة. كنترول لو سمحتم. والحديث الثاني طبعا هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم فروة، وفيه الصلاة على وقتها. في حديث أبي هريرة ذكر النبي عليه السلام: إيمان بالله ورسوله، الجهاد في سبيل الله، حج مبرور. في مسند الإمام أحمد من حديث أم فروة قالت: الصلاة على وقتها. جميل. ثم ذكر الإمام أحمد أيضا بسنده من حديث أبي عمرو الشيباني يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: شعبة، أو قال: أفضل العمل الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله. وهذا الرجل الذي لم يسمى من أصحاب النبي عليه السلام، وغالبا هو عبد الله بن مسعود والله أعلم، ذكر هنا عملا جديدا وهو بر الوالدين. بر الوالدين. إذن معنا من الأعمال الصالحة: إيمان بالله ورسوله، الجهاد في سبيل الله، حج مبرور، الصلاة على وقتها، بر الوالدين. نعم. ثم حديث قال الإمام أحمد: حدثنا حسن، وذكر بسنده إلى أن رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث جنادة بن أبي أمية يقول: سمعت عبادة بن الصامت يقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله، وتصديق به، وجهاد في سبيله. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: السماحة والصبر. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: لا تتهم الله في شيء قضى لك به. إذن هذا حديث برواية عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنا في حديث عبادة بن الصامت زاد لنا بعض الأعمال الصالحة. قال الرجل: يا نبي الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله، وهذه مذكورة في حديث أبي هريرة. وتصديق به، تصديق به
هي بنفس المعنى الإيمان بالله. وجهاد في سبيله أيضا مذكورة في حديث أبي هريرة. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. انظروا إلى حرص الصحابة إلى العمل الذي يطيقونه، يسألون عن العمل الذي يطيقون العمل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا أعمال جديدة: السماحة والصبر. السماحة هي حسن التعامل مع الناس والتلطف بهم، وهو جزء من الأخلاق الطيبة. السماحة، نعم. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها في التعامل في التجارة. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السماحة تدل على التلطف، وتدل على التسامح، وتدل على قبول الإقالة، وتدل على التعاون على البر والتقوى، فهو خلق عظيم ويندرج ضمن الأعمال الصالحة. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصبر. والصبر لا شك من أفضل الأعمال الكبرى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. صبر الرجل على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، وهذا معروف، هذه 3 أركان عن الصبر. ثم قال الرجل: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: لا تتهم الله في شيء قضى لك به. وهذا معناه الرضا بقضاء الله وقدره. إذن هذا أيضا عمل جديد، وهو الرضا بقضاء الله وقدره، خيره وشره. هذا القضاء والقدر خيره وشره، نسأل الله تعالى أن يقدر لنا الخير وأن يعيننا على شكره وذكره والصبر عند الابتلاء. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بسنده إلى أن قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: يا رسول الله، السائل وأبو ذر عفوا، قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند الله. قال: أفرأيت إن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: أرأيت إن ضعفت؟ قال: تمسك عن الشر فإنه صدقة تصدق بها على نفسك. ما شاء الله، هذا حديث عظيم أيضا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، في مسند أبي ذر. قال أبو ذر: أي العمل أفضل؟ يسأل النبي عليه السلام، فقال: إيمان بالله. هذه معنى موجودة في حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن مسعود. ثم قال: وجهاد في سبيله، أيضا موجودة وذكرت. قال: فأي الرقاب أفضل؟ وهذا عمل جديد. عتق رقبة من أفضل الأعمال أيضا، وقد جعله الله عز وجل كفارة لكثير من الذنوب والمعاصي، ومنها كفارة الظهار، وكذلك كفارة لمن أتى امرأته في نهاية رمضان وهو صائم وهي صائمة. وجعله الله عز وجل من أفضل الأعمال والطاعات عتق رقبة. فيسأل أبو ذر عن أي الرقاب أفضل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنفسها عند أهلها. وكلما كانت الرقبة أو الأمة أو العبد غالية الثمن، تكون عند الله عز وجل أيضا غالية. فقال أبو ذر: أفرأيت إن لم أفعل؟ إن لم أتمكن من شراء رقبة أو القيام بعتقها.
فماذا أفعل؟ فقال له النبي عليه السلام: تعين صانعا، تعين صانعا. وهذا يعني خلق جديد، وهو إعانة الصانع. والمقصود بالصانع يعني كل شخص بحاجة إلى التعاون لما فيه مصلحة خاصة به، فيدخل ضمن تعين صانعا. أو تصنع لأخرق يعني لعاجز، أو تصنع لأخرق يعني لعاجز، وهو يندرج تحت قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. نعم، إذن هذا عمل جديد وهو التعاون على البر والتقوى. إذن مشاهدي الأكارم، الأعمال الصالحة التي ذكرت في مجموعة من الأحاديث نعيد ذكرها: إيمان بالله، جهاد في سبيله، حج مبرور، الصلاة على وقتها، بر الوالدين، السماحة، الصبر، الرضا بقضاء الله وقدره، إعانة الصانع والصنع لأخرق، يعني التعاون على البر والتقوى. نواصل. أيضا ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث في حديث يحيى بن غيلان، بن غيلان يعني يذكره عن عمرو بن العاص بسنده. يعني قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله، وتصديق، وجهاد في سبيل الله، وحج مبرور. قال الرجل: أكثرت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلين الكلام، وبذل الطعام، وسماح، وحسن خلق. قال الرجل: أريد كلمة واحدة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فلا تتهم الله على نفسك. يا سلام! هذا أيضا ذكره الإمام أحمد في مسند الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنا أعمال جديدة ذكرها النبي عليه السلام في هذا الحديث. ذكر إيمان بالله، وهذا مذكور، وتصديق، وجهاد في سبيل الله مذكور، وحج مبرور مذكور في الروايات الأخرى. ثم قال الرجل: أكثرت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا الصحابة أيضا كانوا يسألون النبي عليه السلام، يلحون بما يطيقون العمل به، وأيضا يريدون أمرا مختصرا، وهذا من حرصهم على العمل. ولو كانوا مجرد يعني جمع معلومات أو حفظ معلومات في القلب وفي العقل لطلبوا زيادة عن معلومات، ولكن هذا يعني يدلك على أنهم كانوا يريدون العمل بكتاب الله وبالأعمال الصالحة التي يرشدهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرشدهم إليها. ومن هنا الصحابة كانوا أفضل عباد الله عز وجل بعد الأنبياء، أفضل من طلعت عليهم الشمس بإجماع أهل السنة والجماعة. بعد الأنبياء هم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فقال النبي عليه السلام بعد ذلك: فلين الكلام. هذا عمل جديد أيضا يعتبر من الأعمال الصالحة الطيبة، لين الكلام. وكم نحن بحاجة إلى العمل بهذا. بعض الناس فظ غليظ شديد الكلام، ويقول لك: أنا ما عندي أي غضاضة، أنا أعطي في الوجه وأعطيك، أنا يعني ليس عندي أي حرج في أن أكون معك واضح. هذا ليس من السنة. نعم، كن واضحا، ولكن لا تكن قليل الأدب، ولكن لا تكن فظا غليظ القلب حتى لا ينفض الناس عنك. الفظ غير الفض، الانفضاض. فالفظ هو يعني النبي عليه السلام يقول: يعني لعن الله كل جعذري جواظ، أو جواظ، كل جعذري جواظ. فيعني هذا
الذي يتصف بسوء الخلق وشديد اللسان سليط اللسان، يعني كما وصف الله المنافقين سلقوكم بألسنة حداد، فهذا هو معناه. عكسه تماما لين الكلام، فهذه من الأعمال الصالحة الطيبة المباركة. فقال عليه السلام فلين الكلام، هذا عمل صالح. ثم قال وبذل الطعام، هذا عمل جديد أيضا، بذل الطعام. نعم، وبذل الطعام معروف. النبي عليه السلام أول ما دخل المدينة المنورة قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام. يا أيها الناس أفشوا السلام، صلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. هكذا قال عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة المنورة، الصحابة ينظرون إليه. والحديث أيضا من حديث عبد الله بن سلام اليهودي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث آمن ودخل في الإسلام. وقد ذكرنا الفرق بين اليهودية والصهيونية، فاليهود على دينهم يحاسبهم الله عز وجل عليهم، أما الصهاينة فهم مجرمون قتلة ومحاربون، فيجب على كل مسلم أن يحاربهم. أي نعم. قال عليه الصلاة والسلام فلين الكلام وبذل الطعام، ثم قال وسماح، وهذه مذكورة في حديث أبي ذر السابق وسماح، وهنا ذكرها أيضا وكررها حديث حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم قال عليه السلام وحسن خلق، وهذا اللفظ لم يذكر حسن خلق، وإن كان السماحة ولين الكلام من الأخلاق الحسنة، لكن النبي عليه السلام حتى يدخل جميع الأعمال الصالحة من حسن التعامل مع الناس قال وحسن خلق. ثم قال الرجل أريد كلمة واحدة، يعني ما زال يرى أن هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كثير عليه، فقال يريد كلمة واحدة. فقال عليه السلام اذهب فلا تتهم الله على نفسك. ومعنى هذا يعني كل ما قضاه الله عز وجل عليك من قضاء وقدر فاقبله، فإن كان خيرا فاحمد الله واشكره، وإن كان شرا فاصبر واحتسب، فإن أمر المؤمن في كل الأحوال خير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. إذن هذا العمل أيضا مذكور في الأحاديث السابقة، وهو الرضا بقضاء الله وقدره. ثم ذكر الإمام أحمد أيضا من طريق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن عنبسة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال فما الهجرة؟ قال تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما حجة مبرورة أو عمرة. هذا حديث عظيم أيضا من حديث عمرو بن عنبسة، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند من طريق عبد الرزاق. قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وهذا أيضا يندرج تحت حسن التعامل، ولكن سنكتب هذا العمل الصالح، وهو أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. يعني وإن كان هذا يدخل ضمن أيضا لين الكلام، لكن
يعتبر أيضا ترك مسبة الناس والطعن فيهم هو من الأعمال الصالحة أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، من لسانك ويدك. هنا أمر زائد أيضا، وهو سلامة المسلمين من يد الإنسان الظالم. وكم نحن اليوم بحاجة إلى أن نذكر الظلمة بهذا الحديث العظيم، فإن كل شخص يضرب ظلما وعدوانا، يضرب المسلمين ويضرب عباد الله عز وجل ويجلدهم بالسياط في السجون ظلما وعدوانا، فإن هذا من أهل النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صنفان من أهل النار لم أرهما، ومنهم يعني وأناس من أمتي يعني يضربون عباد الله بالسياط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا عمل جديد، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، وهذا مذكور عندنا. ثم قال ما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وهذا أيضا مشروح. قال: فأي الأعمال الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال الهجرة. يا سلام! إذن هذا أيضا من ضمن الأعمال الصالحة الهجرة، والهجرة بمفهومها العام الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، وكذلك الهجرة أن تهجر كل ما نهى الله عز وجل عنه، كما ذكر في بعض روايات أبي هريرة. قال: تهجر السوء. لما سأل الرجل فقال: ما الهجرة؟ قال: تهجر السوء. فهجران السوء هجران كل ما نهى الله عز وجل عنه. وكم نحن اليوم بحاجة إلى أن نهاجر من بلاد الكفار. بلاد الكفار اليوم كما تشاهدون إخواني أخواتي يحاربوننا في أبنائنا، ويحاربوننا في نسائنا، ويغسلون دماغنا أو أدمغتنا وعقولنا، يغسلونها بأفكار هدامة، يدعون إلى الإلحاد، يدعون إلى الشذوذ الجنسي، يعلمون الطفل الشذوذ الجنسي ويعلمونه الرذيلة والخزي والعار وهو صغير، ويعني ويغيرون قناعاته أذكرا كان أم أنثى، ويقول له أنت لا تحدد اليوم في هذا السن. وهذه الأفكار الهدامة مشاهدي الأكارم مدعومة من الكفار دعما قويا في كل أنحاء العالم، وأيضا يعني يوظفون لها من الموظفين من أصحاب الشذوذ الجنسي الواقعين في هذه الرذائل، هم مدراء المدارس، هم مدراء الجامعات، هم والعياذ بالله الذين اليوم يعني يوجهون الشعوب إلى الفساد. فيجب على المؤمن أن يهاجر من بلاد الكفار حرصا على أولاده، وإلا فسوف تكون الطامة الكبرى إذا انحرف واحد من أولاده، فإن الله سيسأله عنه. فالله عز وجل سائل الناس عن هؤلاء الذرية التي وهبهم الله إياها، وهو القائل: يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالهجرة من أعظم العبادات، نعم الهجرة من أعظم العبادات، وهكذا قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. كذلك قلنا أيضا يندرج تحت الهجرة ترك المعاصي والذنوب، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته. قال الرجل: فأي الهجرة أفضل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الجهاد، وهو مذكور في بقية الأحاديث. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. قال: من عقر جواده وأهريق دمه، هذا أفضل الجهاد. حتى الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار هو درجات أيضا، فمن ذهب وجاهد ولم يصب بشيء ورجع بمال وغنيمة هذا له أجر، لكن أعظم منه من ذهب مثلا وجرح، وأفضل من هذا من ذهب بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، فهذا هو سيد الشهداء، وهو الذي
ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحج لما قال: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، يعني العشر من هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا لا شك لا يسبقه أحد. وما نراه اليوم من جهاد عظيم في غزة وفلسطين، الفلسطينيون يجاهدون في سبيل الله ومن أجل حماية المقدسات المسلمين، فهم الآن يعني يخسرون أموالهم وبيوتهم تتهدم وأرواحهم تذهب وأجسادهم تتقطع، وكل يوم نرى يعني الدماء تسفك، وخصوصا في هذين اليومين السابقين في مخيم جباليا وغيرها هناك سفك شديد. ومع الأسف أن مفوضة وزير الألمانية يعني تبيح للصهاينة أن يقتلوا المدنيين من الأطفال والنساء، وألمانيا هي التي يعني تدعو إلى الديمقراطية وإلى السلام وإلى فأين السلام وأين الديمقراطية وأين الإنسانية؟ وهم الآن يبيحون لإسرائيل أن تقتل الأطفال والدماء وتسفك الدماء وتقتل النساء. وهذا فعلا يتحقق مصداق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. انظروا، بعضهم أولياء بعض، وهذا يؤكد لك. فهذه الوزيرة لم تأبه بما يحصل في غزة من قتل النساء والأطفال وسفك الدماء للشيوخ، لم تأبه بهذا، بل تحث الصهاينة للمزيد من سفك الدماء، وعليهم من الله ما يستحقون هؤلاء الذين يدعمون هذا الجرم. نسأل الله أن ينتقم منهم، وكما نسأله أن ينتقم من الصهاينة وأن يسلط عليهم. إذن المجاهدون في فلسطين وغزة هم من أفضل الأعمال، جهادهم هو من أفضل الأعمال، وهم من أفضل المجاهدين في سبيل الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا نحسبهم والله حسيبهم. فهم يجاهدون في سبيل الله من أجلنا، فلو هؤلاء استسلموا لقام الصهاينة بنشر قواتهم حول العالم، كما هو اليوم مشاهد. الصهاينة ماذا يفعلون؟ فإنهم في الأيام الماضية دخلوا 200 متر إلى الأراضي السورية، ودخلوا 200 متر إلى الأراضي السورية مع الأسف، وهم يخططون لقتال المسلمين وتوسعة دولتهم من النيل إلى الفرات، من النيل إلى الفرات لا مكنهم الله عز وجل. إذا مشاهدي الأكارم، ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: عملان مهمان أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، حجة مبرورة أو عمرة. إذا الحج مذكور لكن العمرة لم تذكر إلا هنا في هذا الحديث. العمرة أيضا من أفضل الأعمال، العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان مكفرات بينهما إذا اجتنبت الكبائر. تابعوا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن يكرر العمرة فإنهما حقيقة فلا يفقر لنص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من حديث من طريق عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مروان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرناه، لكن هنا في زيادة يبدو لي: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند الله عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانع وتصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. يا سلام يا سلام، هذه هي زيادة بالفعل، أن من ترك أذية الناس فهي تعتبر له صدقة
ترك أذية الناس، لا تؤذي الناس، وقولوا للناس حسنا. هذه من الأعمال، كونك لا تؤذي الناس لا بصوتك ولا تؤذي جيرانك، وترعى يعني الجوار، وترعى بحسن أخلاقك الكبار، وترحم الصغير، ولا تؤذي أحدا، فإن هذه تعتبر صدقة لك. فأحد، هل معقول أحد إذن يقول أنا لا أجد شيئا أتصدق به؟ بالعكس، فكونك تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. إذن مشاهدي الأكارم، هذه يعني جملة من الأعمال الصالحة. ثم نواصل أيضا من حديث عبد الله بن الخنبشي قال حدثنا الإمام أحمد قال حدثنا حجاج قال ابن جريج حدثني عثمان بن أبي سليمان عن الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. قيل فأي صلاة أفضل؟ قال طول القنوت. رأيتم؟ وهذه من الأعمال الصالحة أيضا، طول القنوت. يا سلام. قيل فأي صدقة أفضل؟ قال جهد المقل، يعني جهد المقل من أفضل الصدقة أيضا. كانت الصدقة قد ذكرت، لكن هنا جهد المقل يدخل ضمن الأعمال الصالحة في باب الصدقة. قيل فأي الهجرة أفضل؟ قال من هاجر ما حرم الله عنه، وهذا سبق. قيل فأي الجهاد أفضل؟ قال من جاهد المشركين بماله ونفسه، وهذا سبق. قيل فأي القتل أشرف؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده، وهذا أيضا قد سبق. إذن حديث أبي ذر زادنا عملين صالحين، طول القنوت والصدقة بجهد المقل. سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. وفي الحديث أن تصدق وأنت شحيح تخشى الفقر، نعم، يعني وتحرص على الغنى، تخشى الفقر وتحرص على الغنى. وكما قال عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن الصدقة أيضا من أفضل الأعمال. انظروا كيف من خلال متابعة الروايات خرجنا بأعمال كثيرة عن نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وقد تتبعها أيضا الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان، تتبعها رحمه الله، وبلغت أكثر من 79 أو قرابة 79 يعني عملا صالحا. حديث أبو الوليد قال حدثنا أبو الوليد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الوليد عن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدرة. هذا اللفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، وهذا سبق. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، أيضا سبق. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ولو ازددته لزادني. إذن مشاهدي الأكارم، هذه هي الروايات كلها أتينا بها من الكتب التسعة وحصرناها. نرجو أن لا يكون قد فاتنا شيء، فنحن نعيد قراءتها عليكم مرة أخرى من الأعمال الصالحة التي سئل عنها النبي عليه السلام في الكتب التسعة، فأجاب إيمان بالله ورسوله، وجهاد في سبيل الله، وحج مبرور، الصلاة على وقتها، بر الوالدين، السماحة، الصبر، الرضا بقضاء الله وقدره، إعانة الصانع، الصناعة لأخرق يعني التعاون على البر والتقوى، لين الكلام، بذل الطعام، حسن الخلق، أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، الهجرة والعمرة، وترك أذية الناس، وطول القنوت يعني طول الصلاة كأنه يشير إلى قيام الليل، والصدقة وجهد المقل. هذه هي أبرز الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، فكان هذا الرد
من رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يراعي السائل فينظر إلى حاجته وإلى إمكانياته، فإن كان مثلا ذا قوة وذا صلابة يعني جعل مثلا العمل الصالح له الجهاد في سبيل الله، وإن كان ذا مال الصدقة والحج، وإن كان ذا مثلا شديد في الأخلاق فيحثه على حسن الأخلاق ولين الكلام حتى يعني يغير من أخلاقه إلى أفضل وأحسن، هكذا اقتضت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بحاجة أن نعمل بها جميعا، فهذه أجور وحسنات تثقل موازين العبد عند الله تبارك وتعالى، والموفق من وفقه الله. فإلى حديث جديد برقم 27 إن شاء الله في المرات القادمة. وإن أنسى فلا أنسى، هل هذه الأعمال عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن نحن نتحدث عن السيرة العطرة من خلال صحيح البخاري، فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من آمن بالله، يعني وشهد الله عز وجل له بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فالنبي عليه الصلاة والسلام آمن بالله وصدق برسالته، وآمن أيضا أنه رسول الله وقام بواجب الرسالة. وهل جاهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، جاهد في سبيل الله، وغزا عليه الصلاة والسلام 28 غزوة على القول الصحيح، وقيل 27. في 9 منها حدث قتال، في 18 حصل إما بفرار الأعداء أو بالصلح. وهل حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حج عليه الصلاة والسلام حجة واحدة بعد الهجرة، وكان يحج قبل ذلك صلى الله عليه وسلم في البعثة، وقبل البعثة أيضا مع قومه صلى الله عليه وسلم، وبعد البعثة حج حجة مرة واحدة كما في صحيح مسلم، وحج بعد الهجرة حجة واحدة وتسمى حجة الوداع. قال أيضا الصلاة على وقتها، ما كان أحد أحرص على الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت تقول عائشة فإذا أذن المؤذن فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وبر الوالدين صلى الله عليه وسلم، مات أبواه صلى الله عليه وسلم وهو صغيرا، ولكن كان قمة في البر صلى الله عليه وسلم، حيث كان يزور أمه ويستأذن الله عز وجل في أن يستغفر لها فلا يأذن له، فيبكي صلى الله عليه وسلم، تأخذه الرقة والعاطفة على والدته آمنة بنت وهب. وهذا هو قضاء الله عز وجل وقدره، والله المستعان. السماحة والصبر، من يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك؟ فكان سمحا عليه الصلاة والسلام خلوقا. ومن يسبق النبي عليه السلام في الصبر؟ فقد صبر صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يقتل في سبيل الله، بل وقد قتل، أكل سما من أمته صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الخير، فمات شهيدا كما يقول أبو عبيدة النبي الشهيد، يقول والصلاة والسلام على النبي الشهيد، ففعلا النبي عليه الصلاة والسلام هو شهيدا. الرضا بقضاء الله وقدره، من قد رضي كما رضي النبي عليه الصلاة والسلام؟ مات أبناؤه كلهم وهو حي صلى الله عليه وسلم، وقتل بين يديه حمزة بن عبد المطلب، وكان صابرا محتسبا صلى الله عليه وسلم، ومرض عليه الصلاة والسلام كما يمرض الناس، وكان صلى الله عليه وسلم صابرا ويصبر الناس بقضاء الله وقدره. وهو عليه الصلاة والسلام معلم هذه البشرية على التعاون على البر والتقوى، وكان لين الكلام، وقد شهد الله عز وجل له ولو كنت فبما رحمة من الله لنت لهم. كان عليه السلام لين الحديث، طيب الكلام، بأبي وأمي لم يكن لعانا ولا فاحشا، فهو كان السباق إلى هذا. كان يعني لما يقول فلين الكلام هو كان في مقدمة ذلك. بذل الطعام، من كان أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا تشهد كانت لاؤه ناعم. وإن كان هذا في الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولكن هي أولى من يقال بها النبي عليه الصلاة والسلام، فما قال لأحد قط إذا كان شيئا في يده كان يتصدق به صلى الله عليه وسلم.
حسن الخلق هو إمام في ذلك عليه الصلاة والسلام، وقد زكاه الله عز وجل فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا قط، لا امرأة ولا طفلا صغيرا، إلا أن يجاهد في سبيل الله، بنص حديث عائشة رضي الله عنها وترضاها. الهجرة هو الذي هاجر عليه الصلاة والسلام وترك بلده الذي عاش وترعرع فيه ومات في بلاد غيره، مات مهاجرا صلى الله عليه وسلم، يعني مات إن صح التعبير أجنبيا صلى الله عليه وسلم، منطقة أجنبية عنه. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام من أجل هذا الدين مات في غير أرضه التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المهاجرون ويا أيها العلماء الذين تركتم بلادكم، قد سبقكم إلى ذلك نبيكم الكريم عليه السلام من أجل هذا الدين. ويجب على كل أهل العلم والفضل إذا لم يستطيعوا أن يؤدوا واجب الدعوة واجب التعليم، يجب عليهم أن يهاجروا وأن يبذلوا في ذلك قصارى جهدهم. يجب عليهم أن يخرجوا من المكان الذي يمنعهم فيه أن يقولوا كلمة الحق. ثم قال عليه السلام العمرة، وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمرات كما لا يخفى على شريف علمكم. ثم ترك أذية الناس. ما أذى النبي عليه الصلاة والسلام أحدا قط صلى الله عليه وسلم، ولم تشجل عليه أي أذية بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. وطول القنوت هو الذي كان يصلي في ركعتين ب5 أجزاء صلى الله عليه وسلم، وكان يتصدق عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي بما لديه من الإمكانات. فهو الذي قال لعائشة: هل بقي من الشاة الشيء؟ فقالت: بقيت كتفها وذهب كلها. فقال عليه السلام: بقيت كلها وذهبت كتفها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأعمال الصالحة التي ذكرت في الكتب ال9 من خلال تتبع المتواضع. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم. يترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي مصير. شغلنا عن طريقك يا حبيبا، فسيل الضيم في دمنا.